ده فيروس سي وده فيروس بي وده ايدز. واقف في المعمل بسحب عينة مريض، اتشكيت بالسرنجة، اتصرف ازاي؟ هو انا اتصبت بالفيروسات دي ولا لا؟ هو ده اللي هتعرفه في حلقة النهاردة. حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا عن ازاي نتعامل مع شكة السرنجة جوه المعمل، فركز معايا في كل كلمة هنقولها في حلقة النهاردة. بس قبل اي حاجة، لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو، شير للقناة، سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. ومقدمات طويلة، يلا بينا ندخل في فيلم الرعب بتاع النهاردة. معاكم كابتن أناليسيس. ازاي اتعامل مع شكة السرنجة جوه المعمل؟ ركز معايا. واقف بسحب عينة، اتشكيت بالسرنجة، يا ترى هتصاب بايه؟ جت منظمة الصحة العالمية اسمها WHO، حددت ليا 3 فيروسات ممكن اتصاب بيهم نتيجة الشكة بالسرنجة. اول فيروس وهو فيروس بي، هيباتيتس بي، نسبة الإصابة من 3% ل30%، نسبة كبيرة جدا. طب بترجع لإيه النسبة الكبيرة؟ قالك للهاي ليفل اوف فيروميا. جميل جدا. تاني فيروس عندي وهو HCV، هيباتيتس سي، ونسبة الإصابة من 8% ل3%. تالت فيروس عندي وهو الإيدز، ونسبة الإصابة بيه 3%. طيب، لازم نعرف إن الاحتمالات اللي اتحطت عليها النسب دي بناء على إن الشخص اللي أنت بتسحب له فعلا عنده واحد من التلات فيروسات. طب لو أنا عندي شخص مجهول، بمعنى إن أنا معرفش هو مصاب ولا مش مصاب، قالك لازم تعمل التلات تحاليل للتلات فيروسات عشان تتأكد خلو العينة من أي فيروس. هو انا اصلا ايه اللي يخليني اتشك وانا بسحب العينه جوه المعمل؟ قالك بص يا سيدي، اول حاجه ان انت ما اتدربتش كويس، التدريب غير الجيد. تاني حاجه ان انت ما اتبعتش نظام الوان هاند تكنيك ريكابينج نيدلز. يعني ايه الكلام ده؟ بص في الصوره دي، انت ماسك غطا السرنجة بإيد والسرنجة بإيد التانية، وبتدخل الاتنين في بعض. أهو هنا أنت هتتشك. طيب، أمال أنا أعمل إيه؟ قالك بتستخدم تكنيك الوان هاند تكنيك ريكابينج نيدلز. يعني إيه بقى؟ أنت سحبت العينة، هتيجي حاطط الغطا بتاع السرنجة على الترابيزة، وبإيد واحدة تمسك السرنجة وتدخل النيدل في الغطا، وبعد كده بإيدك التانية تحكم الغطا على السن زي ما في الصورة قدامك. ده اسمه 100 تكنيك ريكابينج نيدلز. ولو انت اتبعت النظام ده مستحيل هتتشك بيه السرنجة. طب انا اتشكيت بالسرنجة للأسف، عندي 3 اشياء هيتحدد عليهم انت ممكن تتصاب ولا ما تتصابش. قالك اول حاجة عدد الفيروس في دم المريض، الهاي فيرال لود. تاني حاجة كمية الدم اللي اتنقلت ليك وانت بتتشك. تالت حاجة، يا ترى الشكة دي كانت عميقة دبلي ولا كانت سطحية؟ طيب، انا عندي دم فيه فيروس سي، حلو الكلام جدا، ولمسته بايدي، يا ترى انا هتصاب بفيروس سي؟ قال لك لا طبعا، طول ما ايدك سليمه ما فيهاش اي جرح انت مش هتتصاب باي فيروسات خالص. ولكن لو ايدك فيها جرح انت عندك احتماليه الاصابه تكون كبيره جدا. الحقني يا دكتور، انا واقف اسحب العينه اتشكيت بالسرنجه، اعمل ايه؟ اهدى كده. اول حاجه اغسل ايدك بالميه والصابون كويس جدا جدا جدا. تاني حاجه سيب الدم يخرج لوحده، ما تضغطش عليه. كمان مش لازم تستخدم الكحول، ملوش لازمه، كفايه عندي ان استخدم الميه والصابون. طيب بص المعلومة دي، في حاجة اسمها الميلك اوت. يعني ايه الكلام ده؟ زي ما في الصورة قدامك، انت لما بيحصل عندك انك تتشك بالسرنجة بتمسك صبعك وتقعد تضغط عليه، تضغط عليه عشان يطلع الدم. الكلام ده غلط. مين اللي قال لي الكلام ده؟ المركز الامريكي لمتابعة العدوى. قال لك سيب الدم ينساب ويخرج براحته. اتفقنا؟ هو ده اللي انت هتعمله لما تتشك بالسرنجة. دلوقتي انت اتشكيت من المريض، عندك واحدة من اتنين. لو انت عارف ان ده مريض مصاب فانت عندك احتمالية يا تبقى مصاب زيه يا اما الحمد لله ما تتصابش. طب لو هو مجهول بالنسبة لك هتتصرف ازاي؟ قالك اول حاجة لازم تعملها تاخد العينة وتحللها، لو طلعت ايجابي فانت احتمال تتصاب او ما تتصابش.
طب لو طلعت سلبي يبقى انت الحمد لله مش هيحصل لك اصابه. ركز بقى معايا، انت هتحلل ايه للمريض؟ هتحلل فيروس بي وسي وايدز. تعال نتكلم عن كل واحد بسرعه. لو طلع المريض ده ايجابي بفيروس بي، ايه اللي بيحصل؟ قال لك بص يا سيدي، في الغالب انت بتكون متطعم ضد فيروس بي، واخد الفاكسين. طب لو انت مش واخد الفاكسين واتأكدت انه فعلا مصاب بفيروس بي، قال لك خلال 72 ساعة لازم تاخد الفاكسين الباسيف. جميل. بالإضافة ان كمان يفضل انك تاخد اول جرعة من الاكتف، وبعد 3 شهور تاخد الجرعة التانية، وبعد 6 شهور تاخد الجرعة اللي عليها الدور. طب لو انت اتشكيت من مريض مصاب بفيروس سي، بص بقى، فيروس سي ملوش تطعيم، وبالتالي انت اللي هيطمنك انك تحلل بنفسك، يعني تاخد عينة منك وتروح تحللها. خلال من 4 ل 6 شهور هتعمل الانتي بوديز. لو انت خايف ومستعجل اعمل البي سي ار خلال 4 ل 6 اسابيع. تمام؟ امتى؟ قال لك من اول ما يحصل لك الشك. في حالة السلبية فانت الحمد لله ما عندكش حاجة، اما في حالة الايجابية لازم تبدأ بروتوكول العلاج فورا. طيب، تالت حاجة عندي، لو انت اتشكيت من مريض مصاب بالايدز، بص بقى، لازم تعمل الآتي: هتحلل لنفسك بعد 6 أسابيع من الشكة، وبعد 12 أسبوع من الشكة، وبعد 24 أسبوع من الشكة، يعني هتحلل لنفسك 3 مرات وتعمل تحليل الأنتي بوديز. لو طلع إيجابي لازم تعمل تحليل أكثر دقة، تعمل الويسترن بلوت. طيب، بص بقى، لو انت اتأكدت ان المريض اللي انت اتشكيت منه دوت ايجابي، لازم تبدأ بروتوكول العلاج على طول، وبعد النتيجة ما تطلع لو طلعت ايجابي هتكمل البروتوكول، ولو طلعت سلبي هتوقف البروتوكول. دي كانت حلقة النهاردة في ازاي تتعامل مع شكة السرنجة. عاوز انصحك بحاجة: اول حاجة البس جلافز وانت بتسحب العينات. تاني حاجة استخدم التكنيك اللي انا شرحته لك في الحلقة وانت بتعمل ريكابنج للعينة، بتغطي العينة. حافظ على نفسك جدا، لان الصحة دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى مديها لنا. اتمنى الحلقة تكون مفيدة، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كان معكم كابتن اناليسيس.